انا طلعت من بيت زي ما بقولك بيتكلم كله في صمت بلغة الاشارة. لسه في جزء من الناس دايما بيشوف ان الملف ده يا حرام، ربنا يشفيك، هو مش مرض. لما انت بتكون عايش حياة بطريقة معينة والحياة اللي انت عايشها دي مصدقها، لو العالم حواليك عكس اللي انت عايشه هتشوف ان العالم ده غلط. امتى اول مرة حسيت ان لغة الاشارة مش مجرد لغة، ده حاجة مهمة قوي؟ قضية موجودة في النيابة، والقضية دي كان فيها شخص أصم كان متهم بشيء لم يفعله يعني. مذيع البهجة، لغة الاشارة باسلوب مختلف، لقيت بشوي عماد مصر كلها بتتكلم عنه. طب يا اخوانا، هو ايه اللي حصل؟ مترجم لغة الاشارة في حفلة كتف في كتف. انا بقى عايز اعرف تفاصيل الحفلة. مساء الخير، النهاردة حلقة مختلفة وخاصة جدا بالنسبة لي. أنا من زمان في ملف ياما شفته ياما قابلته في حياتي العملية في الشارع وفي كل مكان، بس ما كانش ليا صاحب فيه، أو ما كانش ليا الشخص اللي كان قدامي يظهر يحكي عن الملف ده بشكل كبير قوي. ملف لغة الإشارة. لغة الإشارة مش ملف عادي، ده ملف يعني بيستهدف عدد مهول من البشر. ملف احنا لازم نرعاه ونهتم بيه بشكل كبير جدا، عشان دول جزء من المجتمع، وجزء من المجتمع في غاية الأهمية. أنا النهاردة ضيف عزيز على قلبي أوي، إحنا بينا وبين بعض، وده أحسن حاجة الحمد لله، يعني ربنا منن عليا بيها في البرنامج اللي أنا بقدمه. إن أنا أغلب الناس اللي بتيجي أنا بيني وبينهم أكتر من فكرة إن إحنا بنيجي نعمل توك مع بعض، لا إحنا أصحاب. فهاشم بيقول لك الموضوع هيكون مختلف، هنتكلم في حاجات كتير منهم النهارده ملف النهارده لغة الإشارة، ملف في غاية الأهمية. أنا سعيد وفخور جدا بوجودك معايا يا بشوي، أهلا وسهلا. والله اتش انا اللي سعيد وفخور بيك ومبسوط ان انا موجود معاك. والله حاسس ان احنا كاننا قاعدين مع بعض. قعدة صحوبية من بتوع قعدة زمان، فاهم؟ اه. الفكرة كلها بشوي في هاشم بيقول لك احنا ازاي ناخد ملفات حيوية. احنا اول حلقة بدأناها اتكلمنا عن ليه الناس بتخاف تبدأ. قدرنا الحمد لله نستهدف مشكلة كبيرة قوي بتحصل للناس في البداية. انت مثلا ليه مثلا ياما قبلك في المشروع بتاعك ليه ناس كتير مش عايزه تبدا تتعلم لغه اشاره، مش عندها عندها السهوله في الموضوع، مع ان انا من وجهه نظري الموضوع محتاج ممارسه زي اي حاجه احنا بنحتاج زيها زي نمارسها. اي لغة، مظبوط. فالفكره هنا في البرنامج احنا نستضيف ناس عندها من العلم ومن قدر من المعرفه كبير جدا، يكلموا الناس يحكوا لهم ليه الموضوع ده مش متداول، الناس مش عارفاه. انا عارف لغه الاشاره موضوع كبير وموضوع متداول، بس في ناس كتير جدا ما عندهاش الاساسات الصحيحه للملف ده. قبل ما ابدا، قبل اي حاجه، مين بشوي عماد بقى؟ انا عايز اعرف القصه من جوه. عارف انت كده، افتح قلبك بقى كده، الناس كلها بتشوفنا، احنا الحمد لله بنتكلم في قاعده جماهيريه ان شاء الله ربنا بوجودك معايا النهارده. فاحكي لهم مين بشوي عماد. انت حكيت لي حاجات كتير، اتمنى تحكي لي النهارده. آه، والله بشوي عماد هو يعني شخص بسيط، آه، شخص مصري بيحب بلده جدا. اتولد لحد سنتين من عمره كان معرض ان هو يفقد القدرة على الكلام، وده بسبب ان هو كان اتولد في أسرة من الصم وضعاف السمع. انا بالمناسبة الوالد والوالدة واختي الصغيرة من الصم. احنا أسرة 6 أفراد، 3 بيتكلموا ويسمعوا و3 لأ. فكرة ان انت تكون كطفل موجود وعندك حواس ما بتستخدمهاش او ما فيش مزاولة عليها وانت صغير، فانت معرض ان انت تفقدها بشكل كبير، يعني ده علميا وطبيا يعني. ففكرة ان انا اتكلم وما افقدش القدرة دي كان سبب في بعد ربنا، يعني جدتي ربنا يديها صحة وطولة العمر. يا رب يا رب. هي الفضل الكبير يعني من بعد ربنا على فكرة ان تكوين شخصية بشوي اللي انت بتسمعها دلوقتي، او تكوين شخصية بشوي اللي هي قادرة تواجه المجتمع بمشكلة حقيقية، يعني عايشها جوه بيته. طبعا كنت بقعد مع تيتا وبابا وماما في نفس الوقت. كانت مثلا ماما او بابا يقول بابا، بابا كان يقولها بالإشارة طبعا مش بالكلام، وتيتا كانت تقول بابا. سبحان الله، يعني الطفل كان بيفهم ان الإشارة دي بتتقال مع الكلمة دي. وصلت لحد 7 سنين من عمري في نفس ال العملية، بنفس الطريقة، بنفس التعليم، لحد ما بقيت خلاص هنا بفرق بتكلم بالإشارة بس وهنا بالكلام بس. آه
يعني دي شخصية بشوي من جوه بعيدا عن او دي مين بشوي من جوه، او حياته بدأت ازاي بعيدا عن هو عمل ايه في حياته، او اشتغل في ايه، او ساعد في ايه. حاجات كتيرة قوي يا هاشم، والله الواحد يعني لو هيكن ليها بالشكر فهو هيشكر كل شخص آمن بيه فيها وآمن على الملف يعني. ملف ملهم، ملف ملهم وكبير، وبنشوف فيه عدد مهول. ممكن تقول لي اخر احصائيه يعني ذكرت العدد ده كانت كام؟ احنا اخر احصائية اتعملت في مصر كان سنة 2017، كانت بتتكلم ان في اكتر من 7.5 مليون شخص من الصم وضعاف السمع في رقم كبير مصر. قوي. 7.5 مليون ده رقم كبير جدا. خصوصا ان انت بتتكلم يعني هو شامل المستخدمي لغة الاشارة والغير. يعني انت بتتكلم ان غير اللي سنويا معرض ان هو ممكن يفقد السمع، سواء بقى من الشيخوخة او من الحوادث اللي بتحصل. وطبعا الحمى الشوكية، علشان كده دايما مبادرة وزارة الصحة في الكشف المبكر كانت دايما مستهدفة فكرة ان الاطفال تتلحق في سن صغير جدا، لان اي حاجة معرضة بالذات الحمى الشوكية ممكن تخلي الطفل يفقد القدرة في السمع والكلام، ولا قدر الله يعني غير البصر ممكن تؤدي الى الوفاة. فالعدد في ازدياد، العدد في ازدياد، ولكن اخر احصائية رسمية دي كانت موجودة. بنتكلم في 7.5 مليون. 7.5 رقم مليون كبير رقم جدا. كبير قوي. طيب انا يعني عايز اتكلم معاك بشكل ودي قوي في الملف ده. امتى اول مره حسيت ان لغه الاشاره مش مجرد لغه، ده حاجه مهمه قوي لازم توصل لكل الناس؟ يعني موقف كده حصل معاك حسسك ان لا انا هحارب عشان الملف ده الناس كلها تشوفه والناس كلها تفهم ازاي نتكلم لغه الاشاره، ازاي نعبر، ازاي ما نستقبل حد نعرف نوصل له المعلومه وجهه النظر. هقول لك على حاجة يا هاشم، لما انت بتكون عايش حياة بطريقة معينة، والحياة اللي انت عايشها دي مصدقها، لو العالم حواليك عكس اللي انت عايشه هتشوف ان العالم ده غلط، لمجرد انك عايش حياة مصدقها. فواحدة من الحاجات اللي خلتني اكون بحب اللغة واكون زي ما الناس بتقول شاطر فيها، هو ان انا صدقت اللغة دي من البيت اللي انا طلعت منه. انا طلعت من بيت زي ما بقولك بيتكلم كله في صمت بلغة الاشارة. ففي ساين معينة طلعنا عليها مهما كان المجتمع حتى لو مش متفهم ده، انت دايما بتحارب يعني فكريا علشان توصل الكونسبت ده للناس، وتقول ان اللغة يعني as a sign language لا يعني تستحق الاهتمام. التواجد والاهتمام والدعم من الكل يعني، وتفيد الكل. من وجهه نظرك هي فعلا ناس كتير مثلا ممكن يقول لك اصل هي صعبه هتعلمها ازاي؟ انت شايف ان اللغه فعلا صعبه ان الناس تتعلمها؟ هقول لك على حاجة يا هاشم، يمكن انا دايما بشوفها فكرة اي لغة في الدنيا ان انسان يتعلمها او يتعلمها بشكل ما، هي بتاد فاليو حياته، بتضيف له سواء مهنيا اجتماعيا، على المستوى الشخصي في السي في في حاجات كتيرة جدا. ولكن انا بشوف ان لغة الاشارة تحديدا يعني انك تتعلمها ده هيفيدك وهيعلي من شأنك مهنيا. انت هتستفيد لانك هتكون مميز وسط اللي حواليك. فكرة ان انت بتوجيد لغة مش كل الناس تكون عارفاها، دي حاجة برضو تخليك شكلك مختلف وسط اللي حواليك. والاهم بالنسبة لي ان هي بتخليك انسان، انك تخليك انسان مع نفسك، وانك تكون فعلا عارف ان الشخص اللي قدامك لو كان بايده ان هو يتكلم او ان هو ياخد كورسات كان سهل على حياته انت ليك ودنيته. مقوله في الموضوع ده. ولكن هو مش بايده ان هو يتعلم، ولا بايده ان هو يبتدي يسمع ويتكلم. انت اللي بايدك الاتاحة والاكسسبيليتي للموضوع ده. ف خليك انسان. اهم حاجه هو انت دايما تفضل عندك يعني مبدأ زي ما بيتقال. طب انت ليش يعني من وجهة نظرك شايف ان المجتمع لسه مش قادر يتقبل الفكرة دي، او ليه المجتمع مش قادر يتقبل الموضوع زي ده؟ والله انا هقول لك على حاجه، هو المجتمع متقبل جدا، واحنا الحمد لله الحمد لله من بعد سنه 2018 وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزء ده وللقانون رقم 10 سنه 2018 اللي شرفت يعني ان انا اكون جزء من يعني المسؤوليه اللي تقع عليا ان انا اترجم هذا القانون. ولكن تجاه
الدولة ونظرة الناس الموضوع تغير تماما. الناس بقت فاهمة ان في لغة، وبقت فاهمة ان في فئة كبيرة جدا موجودة في المجتمع تستحق التواجد والمشاركة في كل المجالات. ولكن لسه في جزء من الناس دايما بيشوف ان الملف ده يا حرام، ربنا يشفيك، هو مش مرض. انا دايما بواجه فكرة الناس، بص، اصعب حرب في الدنيا ممكن تواجهها في حياتك هي الحرب الفكرية. انك تحاول انك تنقل لشخص هو معتقد حاجة من صغره وعاش حاجة من صغره، انت مهمتك الاساسية ان انت تساعده ان هو يعني يحاول يفهم الصح من الغلط، بس تشرح له بقى الحكاية بدأت منين. ففكرة انك تفهم ان الشخص اللي دايما شايف ان الاعاقة السمعية يا حرام دي اعاقة ربنا يشفيه، وتفهمه تحول ده عنده فكريا ان لا، دي فئة كبيرة جدا ومجتمع كامل كبير ليه لغة زي اي لغة. فكون ان انت ما تعرفش لغة اشارة او مش على الاقل البيزكس بتاعت الساين لانجوج انت مش عارفها كويس، فانت اللي عندك الجزء ده من الجهل. فيعني اعتقد من وجهة نظر الصم ممكن يكونوا شايفين ان انت اللي حرام مش هم اللي حرام خالص. ده دايما التحدي الكبير اللي انا بواجهه انا وكل زمايلي وكل الناس اللي بتشتغل على فكرة نشر الوعي ونشر لغة الإشارة بشكل عام. عايزك تحكي لي عن موقف حصل معاك خلاك تحس فعلا ان شغلك ده ليه معنى حقيقي، يعني معنى انت في موقف اتحطيت فيه، فانت بسبب اللي انت قدرت تلحق الشخص ده من مشكلة ما كانت هي، فقدرت بعدها تحس ان هو انا النهاردة قدرت اعمل حاجة. انا في مرة من المرات جاي لي تليفون ان كان في قضية موجودة في النيابة، والقضية دي كان فيها شخص أصم، وهو كان متهم بشيء لم يفعله يعني. ولكن كانت الصعوبة كلها فكرة ان هو ازاي يشرح الموضوع. المشكلة دي كنت سبب من بعد ربنا طبعا ان انا اكون موجود واقدر انقل اللي هو محتاج يقوله لوكيل النيابة، واقدر ان انا اساعد في ان كلمة منه ممكن تحدد مصير حياته لمجرد ان هو مش قادر يعبر عن ده، والطرف الاخر مش قادر يفهمه كويس. في مواقف كده في الحياة يا هاشم، يعني ما تفهمش بقى، احنا يعني ربنا خلقنا الاسباب، احنا مش بنحددها ومش بنعرفها تبقى احنا بنمشي نتكعبل في بعض يعني، زي ما بيتقال عليها يعني كده يعني. فمحدش بيبقى عارف دايما ايه السبب اللي انت ممكن تتحط فيه. ولكن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد وهو نايم بالليل سرحان على مخدته يقول ان هو يعني الحمد لله ان هو سبب في جزء وقدر يساعد يعني حد من الناس. انقذت شخص، انت بتتكلم في مصيبة. دي واحدة يعني من انا حكاوي كلها عندي. تتكلم في مصيبة بجد، حد محطوط في ظرف، وده الملف يعني النطاق اللي انت اتكلمت فيه ده بياخدنا الموضوع اكبر. شايف ازاي المجتمع لازم يبدأ يتعلم لغة الإشارة عشان نقدر. أنا عارف دلوقتي إن بقت أغلب المنظمات وأغلب الأماكن موجود فيها أشخاص قادرين يتجاوبوا، بس مش الشكل العام يعني. مش بنتكلم مثلا، او نتكلم هي النسبة مش الأكبر يعني. فأنت من وجهة نظرك شايف إن الدولة محتاجة تعمل إيه في الملف ده عشان تقدر توصل لكل الفئات؟ بص، انا هقول لك واحده من ابرز الحاجات اللي عملتها في حياتي وكنت فخور ان انا عملتها. كانت مبادره لمشروع يعني اسمه اتكلم اشاره. اتكلم اشاره دي كانت مبادره تبع وزير التربيه والتعليم، كان دكتور رضا حجازي اعتقد وقتها، وكانت بالتعاون مع الاداره العامه للتربيه الخاصه. واتمنى اكون قلت الاسم صح يعني. ان شاء الله. الاداره دي متخصصه في فكره كل ما هو متعلق بذوي الاعاقه في التربيه والتعليم. عملنا 50,000 نسخه بانر طول مترين في متر عرض، موجوده في جميع مدارس الجمهوريه، فيها 24 ساين اشاره معينه تتعلمها زي اكل اشرب ازيك، الاساسيات. وعملنا QR كود للموضوع ده.
يعني عملنا QR كود للموضوع ده اتحط تحت، بحيث ان انت كمان يعني ممكن بتليفونك تعمل سكان للحوار، فلما تسكان الموضوع ده يطلع لك الفيديو بلغة الإشارة، فبالتالي انت يعني عرفت الإشارة من خلال صورة، وكمان شفتها من خلال فيديو. دايما بشوف ان فكرة نشر لغة الإشارة هي مش مسؤولية الشخص اللي اتخرج وخلاص، هي مسؤولية من أول التربية والتعليم والتعليم العالي. الجامعات تحديدا هو أهم حاجة يكون فيها تخصص للغة الإشارة يدعم الملف ده. فكرة ان يكون حد موجود في هيئة التدريس متخصص في لغة الإشارة يدعم نشر لغة الإشارة في الجامعات، مدرس للغة، أستاذ للغة، دي حاجة من الحاجات اللي دايما بشوف ان هي ممكن تساعد في تأهيل الطالب. بمجرد انه ما يتخرج هو النولج والحصيلة اللغوية اللي اتعلمها لسه موجودة، فيقدر يشتغل بيها في اي مكان ويساعد بيها، ويقدر لو هو شغال حتى موظف في بنك ما ودخله شخص أصم يقدر بمصطلحات بسيطة اتعلمها يقدر يساعد. فانك تستقبل اللغة دي مع طلاب الجامعات، وبالذات لو مش هنقول ال4 سنين، لو هنقول ان هي اخر سنة تبقى مادة موجودة، طبعا يعني ده يفرق في كتير. بنتكلم حتى زي مثلا الملفات الخاصة بمحو الأمية يبقى في ملف خاص بالموضوع ده. يعني بص، اي حاجة في اتعلم الدنيا بتبدأ من الايمان بالشيء، طبعا. فما اقدرش ممكن على فكرة نعمل كل حاجة، بس صح. هو الموضوع بيبقى راجع عليك انت. انا انت مؤمن بالقضية دي، انت فانا هفضل حابب اسعى ان ليها. انت تكون مختلف، وحابب ان انت تساعد، والاهم انك تكون انسان، ولا شايف ان الموضوع عادي زي باقي اي موضوع يعني، او بقية المواضيع؟ انا هفصل شوية، هتكلم بقى في نقطة للكاميرا بشكل عام عشان هتكلم عنك. بشوية عماد هو من اشطر، يعني خليني اقولها، هو بجد من اشطر الناس اللي بتشرح لغة الاشارة او بتتكلم بيها. بشوية عماد تواجد في اكتر من فعالية، كان من ابرزهم فعاليات تواجد فيها السيد الرئيس، فهرجع له تاني. بس انا قبل ما اخش في اسم الفعالية، بشوي مدى معرفتي بيه ان هو شاب مثابر جدا. انا لازم نوصل، احنا اصلا بداية كلامنا احنا كنا بنتكلم في ملف احنا عايزين نعمل، عايزين نسوي، فهنعمل باذن الله. فغبت عنه فترة، رجعت لقيت بشوي عماد مصر كلها بتتكلم عنه. طب يا اخوانا هو ايه اللي حصل؟ قال لك مترجم لغة الاشارة في حفلة كتف في كتف. انا بقى عايز اعرف تفاصيل الحفلة بشكل كامل. الناس اصلا انا متاكد لحد دلوقتي ان في حاجات منها لسه ترند لحد يومنا هذا بتطلع، وسبحان الله الموضوع يهدى بكره يفايرل، نهدى تاني، نقعد شهرين 3 نهدى، بعديه ب3 شهور نرجع نفايرل تاني. ايه اللي حصل؟ انت كان قبل ايه اللي حصل؟ شعورك ايه اما خرجت من الحفله؟ احنا بنطلع الحاجات دي لايف واشتغلناها، فانت بتبقى مفصول عن العالم. انا فاكر من ابرز الحكاوي بشيء، قال انا كنت خارج لقيت الناس بتسلم عليا كتير قوي. لا هو في ايه؟ انا هو انا اللي لسه داخل من شويه، هو ايه اللي حصل؟ فاحكي لي بقى. كتف في كتف. كتف في كتف كان اعتقد يعني سنة 22 او اواخر 21. يوم وليلة جالي تليفون ان بكرة حفل كتف في كتف، الحفل الاول للتحالف الوطني، واني مكلف بان انا اترجم المؤتمر. وبالاخص كلمه السيد الرئيس طبعا. المؤتمر بالكامل، وكلمة السيد الرئيس. ولما رحت المؤتمر تفاجأت ان يعني ما كانش المعلومة واصلة لكل فريق العمل، فما كانش اصلا في تجهيز للويندو او المكان اللي انت تقعد تسجل منه، لغة الاشارة في الموضوع من الاساس. فشفت الممشى شفت بتاع الاستاد الاستاد وانت داخل الاستاد بتاع. احنا بنينا بلاتو واحنا واقفين، بنينا كروما واضاءة وكاميرا، وانا كنت واقف والناس رايحة جاية، وقررنا ان احنا هنطلع لايف من خلال هذا المكان. مسؤولية طبعا كبيرة جدا على فريق العمل، مسؤولية اكبر عليا. انت متخيل ان انت واقف بتترجم، فاهم؟ ممكن تهش وتنش دبان في نفس الوقت، يعني الموضوع صعب جدا جدا جدا.
ودوشه حواليك بطريقه، انا كان فيه هتاف فوق ودني وانا بترجم المفروض الحدث يعني. وممكن بقى حد يقوم معدي، انت في اي لحظه هو ممكن، لولا بس ان احنا موقفين اتنين حوالي في ظهر الكاميرا، ممكن يدخل قدام الكاميرا عادي وباي باي وهو كلها صعبه. الشعب المصري زي العسل يعني في الحاجات زي كده. فعالاتها كلها صعبه بجد. طبعا، خصوصا الناس ما كانتش فاهمه انا بعمل ايه. اللي حصل كالاتي، ان الحدث ده انا ترجمته زي اي حدث، كنت لايف، ما كنتش عارف اصلا ايه اللي هيتم جواه، وترجمته كان في الاخر يعني بعد كلمة السيد الرئيس كان أحمد سعد، أو قبل بالظبط كان قبل كلمة السيد الرئيس كان أحمد سعد بيقول اسمح لي يا ريس أعبر عن حبي بطريقتي الخاصة. أنا فاكر الجملة. فأنا كنت واقف عادي جدا ولقيته بيغني إيه اليوم الحلو ده وإيه الناس الحلوة دي. فسخنت بقى خلاص. انا محتاج افصل بقى. انا ما كنتش اعرف اصلا اغنيه بالكامل يعني، ما كنتش حافظ كلامها. فترجمت الاغنيه عادي جدا، مجرد ان انا بسمع وبترجم لايف في نفس الدقيقه يعني، او نفس الثانيه. فترجمت الاغنيه. اتفاجئ ان احنا بعد ما خلصنا الاغنيه دي زي ما انت قلت بقى، لا مصر كلها انا بجد مش هنسى. انا كان بينا وبين بعض يعني، كناش بالاصدقاء قوي، بس انا كنا بينا وبين بعض معزه يعني. بفتح الفيسبوك، بنزل كده مذيع البهجه، لغه الاشاره باسلوب مختلف، بشوي عماد يصنع حاله مختلفه في كتف في كتف، 1 2 3 4 مره واحده. احمد سعد ينزل الفيديو تاني بترجمه الاشاره، هما كانوا منزلينه بعد كده نزلوا بترجمه الاشاره. مصر كلها بقت مره واحده لقيت شويه طلع لايف بعد انا لسه سايب يعني خلاص، بعت بشوي قلت له الف مبروك الدنيا قعدت 3 ايام في غيبوبه تقريبا. مصر كلها عماله تكلمني مش عارف انا، مع اني عملت شغلي وعايز اقول لك انا راهنت على حاجات كتيره قبل الاحتفاليه، الحاجات تانية اشتغلتها وكنت شايف ان هي ممكن تكسر الدنيا، بس سبحان الله هو ربنا بيشاور عليك في لحظه كن فيكون انطلق. واللي انا ممكن اطلع بيه في مسج من الموضوع ده، ان انا اقول ان فكرة انك تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب هي اهم الاقاويل اللي اتقالت في الفترة دي، واللي هي فعلا حقيقية يعني. انت لو حبيت اللي انت بتعمله الناس هتحبك وهتحب اللي انت بتقدمه. اصل انت بتقدم حاجة مختلفة. والله هي مش مختلفة يا هاشم يعني، هو بس ممكن تكون علشان الفترة دي كان الاستاد كله فيه شاشات وسكرينز كتيرة قوي وكبيرة، فموجود فيها حجم لغة الإشارة والشخص اللي ظاهر بشكل كبير، فطبعا لفت نظر الناس يعني. لا بس هنتكلم برضو احقاقا للحق، هو انا يمكن انا اتفرجت على كذا انترفيو للرئيس وكذا حاجة موجود فيها لغة الإشارة، اول مره اشوف حد بيندمج مع موديه، وده برضو مش عقل. انت تجردت من نفسك قوي لدرجه اللي انا هشرح تفصيليا كل حاجه بتحصل في الحفله، اللي هو انا حتى لو انت مش انت هتفهمني، هتحس ان انا مبسوط فانت هتهايب معايا. بص هو ممكن يكون كان اول مره النوع ده يحصل في مصر، حصل. انا واثق من حاجه زي دي. بس احنا قبل ما نعمل يعني قبل ما نوصل لترجمة الأغاني كنت أنا عملت فيديو 2 ونزل على السوشيال ميديا، وكنت شفت فيدباك الناس اللي صم قد ايه يعني بيحسوا بالأغنية وبكلامها. ففكرة ان انت تعيشوا الحياة معاك بطريقة ما تتناسب معاه، دي يعني من أهم الحاجات اللي ممكن تخليك مستريح وبتقول ان انا قدمت حاجة مختلفة. انا شخص انت عارف دايما بدور خارج الاطار وخارج المسار وخارج الصندوق، ودايما براهن على حاجات ممكن كل الناس اللي موجودة تقولك مستحيل تتم. فده علشان حاجة واحدة بس، عشان انت مؤمن بالله وعندك شغف. انا مؤمن بالملف ان انت يعني هيحدث تغيير كبير جدا على اللي انت بتقدمه. لو كل واحد فينا آمن بشكل عام من جنرال في حاجة هو بيشتغل فيها بيحبها، هيقدر يحقق في سن كبير في سن صغير. العمر عمره ما كان له علاقة بالسن خالص. فكرة انك تحب اللي انت بتعمله واحدة من اهم الحاجات في الدنيا اللي ممكن تخليك نفسيا في رضاء على اللي بتقدمه. طيب
قبل ما نخش بقى في الحاجات بتاعت التعليم، عشان ده فقرة أساسية في أي حاجة لازم تقعد بقى تعمل لنا، وأنا اسمي أنا فاكر شوية حاجات نعملها. بحبك انت عايز واسمي تشقيني لازم. من وجهة نظرك ايه العقبات اللي بتواجه مجتمع الصم في مصر؟ المشاكل اللي بتقابل مجتمع الصم في مصر ان هي محتاجة الناس تتفهمها صح، محتاجة الناس ما تتعاطفش معاها، محتاجة الناس تقدم لها الإتاحة اللي القانون نص عليها. القانون رقم 10 سنة 2018 قال إن الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة هو أمر مهم جدا في كل مؤسسات الدولة. في ناس لحد دلوقتي ما بتقدرش تطبق كود الإتاحة اللي موجود كنص عملي في مجتمعيات الصم وضعاف السمع ولغة الإشارة. أنا بدعو كل مسؤول، بدعو كل صاحب شركة، بدعو كل شخصية تقدر تقدم المساعدة للملف ده، ان هي تؤمن، ان هي تشوف ان الشخص ذوي الإعاقة السمعية تحديدا قادر ينتج، بس محتاج الإتاحة اللي توفر له الوسيلة من التوجيه. محتاجين عدد من المترجمين كبير قوي يتبناه كل مؤسسات الدولة، لأن بدون المترجم بتفقد العنصر الرئيسي وهي الإتاحة بينك وبين الشخص الأصم. دايما لما تيجي تحب تطور، شوف الشخص الفني المعني اللي عايش الحياة دي يقدر يتكلم معاك وتقدر تعرف منه ايه المشاكل الحقيقية وايه التخصص اللي انت تقدر تقدم فيه جزئية المساعدة. العقبات كتيرة جدا يا هاشم، ما اقدرش اقول لك ان انت في يوم وليلة بتقدر تحل كل المشاكل. طبعا. بس هي مشاكل زي اي مشاكل، زي مشاكل الدولة، زي مشاكل المؤسسة، زي مشاكل اي مشاكل في الدنيا بتبقى موجودة بمجرد ما احنا النهاردة لو عملنا شركة جديدة هيبقى فيها مشاكل. بالظبط انت طبيعي. دايما يعني اللي انا اقصده المشاكل مش المشاكل اللي هي مشاكل كبيرة، ولكن اللي اقصده صعبة. بالمشاكل اللي هي المتعلقة بجزء التطوير. اي حاجة في الدنيا مجرد ما بتبتدي فيها سلم التطوير يوم عن يوم بتتقدم. وانا اقدر صح. امثل ده بملف لغة الاشارة وملف مجتمعيات الصم. احنا في مشاكل ولكن احنا بنتقدم يوم عن يوم، يوم عن يوم. في حد زيك بيكون مؤمن بالموضوع بيقدر يسمع، يوم عن يوم الشخص اللي بيصورنا بيسمع عن الحكاية وبيقدر ان هو يقدم فيها حاجة مختلفة، وهكذا كل الناس يعني. او فكرة ان انت تتطور، لا القابلية موجودة والإتاحة موجودة، وبإذن الله يعني ان شاء الله البرنامج بتاعك ده يكسر الدنيا في مصر كلها والله هو ونوصل رسالة من خلاله كمان. الفكرة والله من هاشم بيقول لك مش احنا مش بنسعى لأي حاجة إلا إن في حاجات كتير محتاجين نسبوت لايت عليها. والاهم ان انت توصل للشريحه اللي انت بتستهدفها والاودينس بتاعتك، ان انت بالظبط. توصل للشباب وتساعدهم في ان هم يشوفوا فكر وطريقه واسلوب موجود جديد. دي افاده كبيره جدا. انت لو البرنامج بيشوفه فرد واحد فانت احدثت تغيير لفرد، فدي دي حاجه حقيقة. كبيره أنا جدا، فعمرها ما كانت بالفيوز خالص. اتكلمت عليها والله في الحلقة اللي فاتت، قلت أنا لو في شخص واحد بس شاف كلمة فادته هقول له شكرا. أنا اتبسطت جدا شكراً. والله. بس كده. تخيل احنا النهاردة بنتكلم في مجتمع كبير محتاج يفهم إن في تنوع. أنا لما سافرت السفرية اللي فاتت وكلمتك حكيت لك عن الموضوع ده، لقيت شخص اساسي موجود على الستيج من ضمن الستاف والكرو لغه اشاره، حتى لو ما فيش حد موجود. وهي دي دايما الاستراتيجي المختلفة اللي بتخلي العالم حواليك ممكن يكون بيتقدم في خطوات، لان هو فكريا مؤمن. فهو عارف انه هو دايما بيعمل حساب ان ممكن يبقى حد معدي بالصدفة ما بيسمعش ومش بيتكلم، ومن حقه ان هو يفهم ايه اللي بيتقال، من حقه يسمع. هو التركيز الاساسي عنده. انا كل اللي فات عندي لازم تستفاد بالملف ده، وانا بوعدك ان شاء الله في يوم من الايام ده هيحصل. انا واثق. انا طول ما انت موجود انا واثق بجد. طول ما انا وكل الناس والشباب اللي زي بتقدم ما شاء الله. يعني ده. انا عايز اقول حاجه كمان. بشوي مش لوحده. المختلف عند بشوي ده اللي انا بلاقيه دايما فيه ان هو فعلا مش لوحده. هو بيدور يطلع شباب كتير في نفس الملف. انا يمكن قعدت معاه كذا مره الاقيه قاعد في حد موجود على جنب، ده كذا ده كذا، تتعلم كذا، تتكلم ازاي قدام الكاميرا، ازاي تعمل كذا، انا هوديك تروح تترجم حاجه. لان الحاجات دي انت الاحسن انت تروح، بس كونك تبتدي تطلع شباب ونماذج تقدر تأثر في المجتمع في اكتر من ملف، فانت ما بقيتش مجرد شخص بيوصل رساله، لا انت بقيت ملهم. هقول لك على حاجه يا هاشم، يعني انا في كيان حكايه اشاره اللي بتشرف يعني ان انا رئيس الكيان فيه، وهو عضو مصر الشباب.
بكون فخور دايما ان احنا قادرين نقدم حاجة مختلفة، قادرين نساعد مجتمع بطريقة تخليه يحس ان هو عايش. فكرة ان انت تقدم محتوى، يعني واحد من ابرز البرامج اللي قدمناها على السوشيال ميديا، وهي يعني باب الحكاية. باب الحكاية هو برنامج قائم على مجموعة من الصم، كلهم deaf people، كلهم بيقدموا concept note عن اي حاجة متعلقة بالحياة بس بلغة الاشارة للصم اللي زيهم. انا بحاول وانت بتحاول، وكل واحد فينا بيحاول بكل الطرق المتاحة ان هو يقدم ويعمل تغيير في الجزء اللي هو عايشه. ففكرة ان انت من خلال كيان مصري شبابي تقدم رسالة تطوعية خيرية، وتلاقي شباب وتلاقي ناس زملاء أفاضل محترمين وتلاقي مسؤولين بتدعم هذا الكيان، يعني أقدر أقولك إن يعني الدعم والشكر دايما مش بشوفه لينا احنا واللي بنقدمه، قد ما بشوفه ان هو تقدير للملف والمجتمع الصم في مصر يعني. عظيم جدا. فقرة ادرس مع بشوي. فقرة أساسية للأسف. بص أنا عايز أقول لك على حاجة في كل حاجة، عايز أقول لك على حاجة مصدق قوي اللي هو كل مرة برفع حتة هقول لك على حاجة بخصوص الموضوع ده، يمكن ما اتقالتش ومش ناس كتير عارفاها. احنا في لغة الإشارة في تخصصات، عندنا مترجم إشارة، عندنا مدرب إشارة، عندنا مذيع لغة إشارة، وعندنا خبير لغة إشارة، وعندنا استشاري لغة إشارة. كون ان انت كهاشم تعرف المعلومة دي عشان يوم ما تحتاج حاجة تعرف تختار المتخصص ليها، الصفة اللي هتيجي تعملها، ده في حد ذاته نجاح، لان انت قدرت تحدد مش فكرة اي حاجة تحتاجها هات حد بيفهم في لغة الاشارة. ودي دايما كارثة احنا بنقابلها يعني كمتخصصين، ان بنلاقي ممكن بعض الاماكن تقدم تمكين في الجزء ده، بس للأسف ما تعملش ريسيرش صح، فما تقدرش تجيب الشخص الصح اللي هو يقدم المعلومة بشكل اكاديمي وعلمي. انا بحب كل الناس اللي بتتعلم اشارة، ودايما بدعم اي حد بيقدم وظهر في فيديو للغة الاشارة، بس عندي حتة غيرة لان انا عشت في البيت اللي طلعت منه بيتكلم كله بلغة الاشارة، ان دايما لما الاقي حاجة بتحصل غلط مش بواجهها، بس بقول يا ريت كان الشخص المناسب كان تواجد فيها. فطلبي الوحيد انك لو بتتعلم اشارة وانك لو بتظهر لو جات لك فرصة حسيت ان هي ممكن من خلالها تقدم مساعدة كبيرة جدا، بس انت في حاجات كتيرة مش اوير بيها، مش شاطر فيها، ادي الفرصة لحد يقدر يساعد ان هو يوصل الرسالة صح. وانت هتوصل علشان انت فتحت باب رزق ممكن لحد، هتوصل علشان امنت ان كل يوم عن يوم انت هتتطور فيه، هتقدر تقدم فيه مساعدة مختلفة. فانا يعني انت فاهمني صح؟ فاهمك قوي. ولا انا عايز اقوله بس ان لما يكون في تمكين لاي جزء موجود في الدولة مختلف، دوروا وابذلوا مجهود، لان في ناس تستحق مش ممكن ما تكونش موجودة بشكل دائم على السوشيال ميديا، ولكن لو ظهرت هتقدم المساعدة بشكل حقيقي. فرصة الناس محتاجة فرصة، لكن فورفان كل الناس تظهر، فورفان كل الناس تقدم فيديوهات فورفان. انشروا لغة الإشارة، ده دايما السلوجان اللي أنا بقوله، انشروا لغة الإشارة للجميع. وفي حكاية إشارة حطينا سلوجان إن بإيدك تكمل الحكاية. انت كنت معايا في الكيان فحضرت كل ده. قعدنا فترة كبيرة في الموضوع ده، تعبنا والله. بس مع الوقت ومع الأيام لما بتبتدي تشوف إن الناس فعلا بقت الملف ده بالنسبة لها مهم، واما الناس بقت فعلا بتتكلم بلغة الإشارة، والناس ابتدت تتعلم وابتدت توصل لعدد كبير جدا من الشباب وكتير جدا من الفعاليات الكبيرة والصغيرة، بتحس يا بشوي ان الموضوع كان ليه فايدة. دي حقيقة، ما تعبناش على الفاضي حقيقة، زي ما بنقول كده. ان شاء الله خير، وانا متفائل كل خير. ويلا بقى عشان اعلمك شوية حاجات. يلا بينا. قول انا
انا أنا. دي انا، انت، انتم. انا انا اسمي. اسمي. انت عارف اسمي ليه هنا؟ علشان الاي دي لما الاي دي بيتحط، بيبقى النيك فأنت نيم او بيبقى دايما بالظبط. هنا. فاسمي انا انا اسمي. اسمي اه ه هي الف الف شين شين ميم. ميم. انت حفظت الحروف تمام. تعال بقى نقولها بقى بالاسم، يلا. عشان احنا لما بنقول في لغه الاشاره مهم جدا الليبسنج ولغه الاشاره. شفايفك وهي بتوضح الاسم ده بيفرق، ان انت لو اتلخبطت في لغه الاشاره الناس تفهمك من خلال شفايفك اللي هو الصم نفسهم، فاهمني؟ فنقول انا انا اسمي اسمي ها ها شم. انا انا بحبكم بحبكم. بحبكم بحبكم. ايوه صح كده. انا بحبكم. بحبكم ومبسوط ومبسوط لما بشوفكم. لما بشوفكم. بشوف اهي لما أي. بشوفكم. اما بشوفكم أي. بتبدا من العين، من أه، الايد العين. للعين. أه. اما بشوفكم. شكرا يا هاشم على الحلقه الحلوه انا في غايه السعاده ان انت موجود النهارده. في معلومه كنت بحبك اما انت قلتها لي في مره، ان لغه الاشاره ليها اكتر من لغه. دي معلومه مهمه جدا. معلومه انا فضلت ابصص له حبه كده، قلت له يعني احنا في مصر لو انا رحت دوله بره وعملت له الحاجات الخاصه باللغه الاشاره او حاولت اكلمه مش هيفهمني، قال لي لا، ما احنا لينا لغه وهم ليهم لغه ودول ليهم لغه، وفي يعني فيها ليها جرامر برضه. لغه الاشاره زيها زي اي لغه في الدنيا. في اكتر من 300 لغه في العالم. عندنا لكنات ولهجات في اللغه، الوجه القبلي والوجه البحري في طريقه الساين وتقديمها في الاشاره بطريقه معينه واتيتيود مختلف. ولكن انت تعلم بس اللغه المصريه وتبقى مرضيه والله مرضيه. ده انت كتر الف خير الدنيا ان انت عايش معانا فيها والله. شكرا يا هشام. انا سعيد جدا بوجودك وان انت جزء ملهم. انا اتشرف ان انا عاصرته على ايام والفترات اللي اشتغلنا فيها. ودايما فخورين بيك وبكل اللي بتقدمه يعني. واسمح لي ان انا اوجه لك الشكر على كل حاجة بتسبق فيها سنك علشان تقول احنا كشباب موجودين نقدر، واحنا كشباب نقدر وهنقدر نقدم، وادونا بس التمكين واحنا جاهزين. انا النهارده كان معايا بشوي عماد. انا سعيد جدا بالتجربه وسعيد جدا ان احنا مستمرين في هاشم بيقول لك. الفكره من هاشم بيقول لك زي ما قلت في الحلقه الاولى وزي ما قلنا النهارده، ان احنا بندور ان احنا نفيد الناس، ان احنا نعمل حاجه مختلفه، نجيب نماذج ملهمه تتكلم عن ملفها بكل حب. ده الهدف الاساسي من وجودنا هنا. فدايما خليك مختلف، دايما خليك مؤثر، اسعى وحاول واجتهد ان انت فعلا توصل وجهة نظرك صح، واحنا هندعمك. انا مش انا كهاشم، البلد واي حد ليه صفة هيدعم. الناس دايما بتدعم الشخص اللي عايز يوصل. فاتعب وما تكسلش. عندك حاجة مختلفة، حاجة مميزة، حاجة انت مختلف قوي فيها، اتعب وصدقني هتوصل وهتقدر تقدم كل حاجة. انا هاشم ابراهيم ومبسوط ان انا معاكم النهارده في هاشم بيقول. نورتني يا بشوي. شكرا. تعالى ناخد صورة مع بعض.